يا صباح الخير والفل والجمال والسعادة والهنا والرضا على كل متابعيني الحلوين اللي بيتابعوني من كل مكان. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله روتيننا مميز شوية وهيعجبكم وهتاخدوا منه أفكار حلوة. انتوا متعودين مني من فترة كده ان انا بعمل الروتين بتاعي بيكون صباحي، ببدأ مثلا من الساعة 5 أو 6 الصبح. بس النهاردة انا صحيت متأخر، صحيت الساعة 9:30. فبالنسبة لي كده انا صحيت متأخر، لان انا لما جربت اصحى بدري بحس ان الوقت فيه بركة اكتر وبنجز حاجات كتير اكتر قبل ما زين يصحى. النهارده بقى انا وزين صحينا في نفس الوقت بالظبط، هو اللي صحاني كمان، مش صحينا مع بعض. بدأت ان انا قمت غسلت وشي كده وفوقت شوية، اتوضيت وصليت الحمد لله. بعدين بدأت ان انا ادخل على المطبخ كده بسرعة علشان احضر الفطار. حضرت الطبق بتاعي، عملت سندوتشين كده جبنة رومي مع شوية خس حلوين، قال يعني مثلا عاملة دايت وكده، بس ده احلى فطار، بحسه خفيف وحلو جدا. بعدين بدأت ان انا احضر الفطار بتاع زين. حضرت له بيض اومليت، بضايه واحدة كفاية ويا رب ياكلها. الدكاترة دايما بينصحوا ان البيض اللي بالسمنة، سواء عملناه بالسمنة كده زي ما بنعمله شكشوكة او شكشوكة بس من غير طماطم، او عملناه كده اومليت، احسن بكتير وافيد من البيض المسلوق للاطفال بالذات، لان البيض المسلوق بيعمل لهم انتفاخات. فمن ساعة ما عرفت المعلومة دي وانا ما بعملش زين غير البيض الاومليت او بيض في زبدة زي الشكشوكة. اول ما البيض بدأ يستوي خلاص طفيت عليه النار وبدأت ان انا اقطعه له قطع كده صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شغلت النار على اللبن علشان اعمل لي كوبايه شاي بلبن كده حلوه جنب الجبنه الرومي، وكمان حطيت الميه على النار تغلي. زودت الزين على الطبق بتاعه شويه كمون. الكمون يعتبر من التوابل الحلوه جدا ومفيده للاطفال وبيمنع الانتفاخات وبيهدي الاعصاب كده. فبدات ان انا احط له شويه كمون حلوين. فطاري وفطاره خلصوا خلاص، بس فاضل كوبايه الشاي بلبن بتاعتي. لازم الجبنه الرومي، طالما هفطر الجبنه الرومي يبقى لازم اعمل جنبها شويه شاي بلبن كده، واظن كلنا بنحب الموضوع ده. كوباية شاي بلبن جنب سندوتش جبنة رومي بيعدلوا المزاج كده على الصبح، وتبقى حاجة في منتهى الروقان وحاجة ولا يا ولا. وطبعا طالما انا واقفة في المطبخ يبقى فيه غسيل، يبقى شغل غسالة. شغلت الغسالة على ما المية غليت وبدأت ان انا اعمل الشاي بلبن بتاعي. وديت بقى الفطار وقعدت فطرت انا وزين. بعد كده كانت الغسالة خلاص خلصت، لان احنا خدنا وقت في الفطار شويه، لان انا فطرت وفضلت قاعده شويه. كنت حاسه ان انا صاحيه من النوم تعبانه، ما عنديش طاقه لاي حاجه ومش قادره اعمل اي حاجه. ففطرت وفضلت قاعده حوالي نص ساعه. لقيت بقى الغساله خلصت، قلت يبقى لازم اقوم انشر قبل ما الشمس تغيب، لان انا كنت نشرت كانت الساعه حوالي 11 او 11 ونص. فانا بحب الشمس تيجي على الغسيل بتاعي، والناس اللي بتتابعني وبتسمع فيديوهاتي عارفين المعلومه دي كويس. بحس ان الشمس بتعقم لي الغسيل، لو في اي ميكروب او حاجه بتنضف الغسيل من اي حاجه فيه بجد. طبعا انا كنت بنشر بسرعه جدا لان زين فطر وكان عايز ياخد شاور. هو متعود لما يصحى من النوم يجري على طول على الحمام، لان انا شقتي دور اخير، رغم ان في تكييف بس برضو بنحس بالحر، يعني اقل حر بنحس بيه. فجري بسرعه على الحمام، مليت له البانيو وسبته قاعد فيه، بس مش بملى البانيو للاخر، لا قدر الله لاي ظروف بملى البانيو ربعه بس مش اكتر من كده. الالعاب بتاعته اللي ينفع تتحط في الميه وحطيتها له وسبته بقى. اوضه النوم جنب الحمام، يعني في الطرقه بتاعه الحمام، فكنت سايبه الباب مفتوح ورحت ان انا اعمل الاوضه. انا معوداه لو في اي حاجه ينادي عليا. رحت بقى بدات باوضه النوم. انا كنت عندي الصاله مرتبه من بالليل، كانت نظيفه لان احنا خرجنا ورجعنا متاخر. فاللي يعتبر الشقه كانت نظيفه، مفيش غير اوضه النوم بس، علشان طبعا نمنا فيها وكده. فتلاقي السرير متنعكش، مثلا في حاجات على الكومودينو، ميه، ريموت، اي حاجه. بدات بقى ان انا افتح الشباك كده علشان الهواء يتجدد والشمس تدخل. وبعدين رحت جايه رابطه الستاير علشان ما ترجعش تاني. هبدأ بقى ان انا ارتب السرير اهو. بقيت برتب شوية واروح ابص عليه اشوفه بيعمل ايه. بقلق جدا لما انادي عليه مثلا وما يردش عليا، او يكون مشغول في الالعاب ومشغول في المية. فكنت رايحة جاية ما بين الحمام وما بين الأوضة. فقلت لا، مش هعمل الحركة دي تاني. طالما هو بيستحمى يبقى انا هفضل قاعدة جنبه لحد ما يخلص ويخرج والبسه هدومه. لكن ما ينفعش ان انا بعد كده اسيبه واروح اعمل اي حاجة تانية. بافضل طول الوقت متوترة. هنا بقى كنت باحط الكوفرتة فبارفعها جامد كده، فراحت جاية خابطة في النجفة. اسمها ايه البنورة دي اللي هي الكورة اللي بتلمع بتبقى في النجف، وقعت. قلت الحمد لله ان هي ما وقعتش على النت. كنت عايزة اعرف ازاي، يعني كل الامهات اللي بتتفرج عليا عايزة اسألهم ازاي بيتعاملوا مع الاطفال العصبيين
ازاي مثلا بيقدروا ان هم يمنعوا الاطفال من الشاشات. انا بشغل لزين الشاشة مثلا ساعة بالكتير قوي في اليوم، بس اوقات بيبقى عايز ان هو يتفرج على الكرتون وبيقعد يعيط، فانا مببقاش عارفة ازاي اتصرف في الموقف ده، او ازاي اقدر ان انا ابعده عن الشاشة علشان مش عايزاه يتعود عليها من صغره. يعني انا مجرد ما بطفيها خلاص يلا يا زين مش هنتفرج تاني، خلاص بيسمع الكلام. واوقات دماغه بتبقى ناشفة جدا ما بيرضاش يسمع كلامي، اوقات برضو بيبقى عصبي قوي، فببقى محتارة يعني طفل لسه مش فاهم، ازعق، اضرب؟ لا طبعا الكلام ده كله ممنوع. ممكن اتعصب وصوتي يعلى، لكن برجع اندم في الاخر. فالامهات الجمال اللي عندي، لو حد يقدر يفيدني بمعلومة في الموضوع ده ياريت بجد، ما تبخلوش عليا بالمعلومة. بعد كده جبت المكنسة الكهربائية وبدأت ان انا الف على الشقة، اكنس السجاد، وكمان السيراميك لو فيه اي تراب بسيط كده بدأت برضو ان انا اعمله بالمكنسة الكهربائية، وشلت منها الكيس، نفضته وغسلته ورجعته تاني مكانه بعد ما سبته ينشف طبعا. هنا بقى كنت انا مطلعه من الفجر بانيه يفك علشان اتبله، فحطيته شلته من الطبق بتاعه وحطيته في طبق تاني، وبدأت ان انا اغسل الاطباق بتاعة الفطار. كان عندي اطباق في الحوض، هي الاطباق بتاعه الفطار بس، يعني انا كنت مخلصه الاطباق بتاعه الغدا امبارح من بالليل قبل ما انام، وقفت كده 5 دقايق على طول عملته. خلصت بقى اطباق الفطار وبدأت ان انا انشف حوالين الحوض كويس جدا. لما بنشفش حوالين الحوض والحوض نفسه كويس بحس ان هو بيعمل ريحة مش حلوة. فاكتر حاجة ببقى مهتمية بيها بعد ما اخلص المواعين ان انا اغسله بسلكة، اغسل الحوض بسلكة كده تكون خشنة شوية، مع شوية بريكس او شوية معطر كده ريحته حلوة، علشان ريحة الحوض تفضل ثابتة. وطبعا الصفاية لو فيها اي بواقي اكل او فيها حاجة مش نظيفة ببدأ ان انا اشيلها ارميها في الباسكت، بحيث ان الحوض ما يطلعليش اي روايح مش حلوة. ولو حسيت ان الريحه برضو وحشه قوي ببدا ان انا افور الحوض. يعني افور الحوض بجيب احط ملح ليمون وكربوناتو وخل وبيكنج باودر وميه سخنه واسيبهم حوالي 10 دقايق. انا هنا خلاص كنت خلصت، فبدات بقى ان انا املى ازايز الميه كده من الفلتر عشان احطها في التلاجة. احنا في الصيف ما نقدرش نستغنى عن الميه الساقعه. وكنت بقى واقفه كده بشرب الشاي باللبن بتاعي، قلت على ما الازايز اللحظه دي زين كان ماسك في هدومي وعمال يشد فيا اللي هو ماما ماما، انا ما كنتش فاهمه هو متعصب ليه او عايز ايه. فبرضو حاسه ان انا مش قادره افهم لغه الاطفال قوي، هو عنده ما شاء الله سنه و7 شهور، فحاسه ان انا مش قادره اتعامل قوي، يعني مش عارفه. بعدين جبت بقى هنا البانيه علشان اتبله، وده كان غدا بكره يعني ان شاء الله. بس انا دايما بحب اتبل البانيه من قبلها بيوم، بعمله تتبيله كده مميزه هتعجبكم قوي، بحيث ان طعمه بيكون احلى لما بيقعد في التتبيله، بيبات في التتبيله، بيتشرب التتبيله كويس، فبحس ان طعمه بيبقى جميل جدا. اول حاجه بجيب بوله كده وببدا ان انا انزل فيها بصلايه. البصل دايما بقول لكم ان البصل الابيض احلى من البصل الاحمر، خصوصا في التتبيلات والطبيخ. انا لما جربت الابيض ما بقتش قادره استغنى عنه بصراحه. بقطعه مكعبات صغيره قوي او ممكن تفرموها في الكبه، يعني اي حاجه من الاتنين. انا هنا عشان كنت عايزه انجز وقتي علشان ارجع لزين اشوفه متضايق ليه، فقلت ان انا اقطعه قطع صغيره احسن. بعدين في بصل يعني فلفل اسود، جبت معلقه كبيره كده من الفلفل الاسود ونزلت بيها على البصل، بدات ان انا اقلبها. ممكن كمان تدعكوها بايديكم كويس قوي لحد ما البصل ينزل الميه بتاعته، دي او دي، يعني ممكن بالمعلقه وتهرسوه كده جامد او بايديكم. بعدين جبت بضايه وبدات ان انا انزل بيها على البصل والفلفل الاسود، وبجد جربوها هتعجبكم، ما تستغربوش من التتبيله، هي تتبيله حلوه ومريحه، ولما تيجي تعملي البانيه بعد كده مش هتبهدلي الدنيا. بدأت بقى ان انا اقلب التلاتة دول كويس جدا مع بعض لحد ما البيض يتضرب كويس كده في البصل والفلفل الاسود. بعد كده هجيب بقى الدقيق وهنزل بمعلقتين صغيرين من الدقيق. وطبعا الكميات اللي انا بقولها دي على حسب كمية البانيه اللي انت هتعمليها. يعني لو هتعملي كيلو من البانيه تفضعي الكمية اللي انا بقولها، تحطي بيضتين مش بيضة واحدة. انا هنا مستخدمة نص كيلو من البانيه. البانيه قبلها برضو بكون غسلاه كويس بالليمون وبالخل وبالمية، علشان لو في اي ريحة زفارة او اي حاجة نستغنى عنها. بعد ما زودت الدقيق في التتبيلة بدأت ان انا ازود معلقة كبيرة من الخل وعصير ليمونية كاملة، طبعا نشيل البذر من الليمون. وبدأت بقى ان انا اقلب كويس قوي. لو حسيتوا ان سمك التتبيلة او العجينة معاكم تقيلة ببدأ ان انا ازودها ربع كوباية مية صغيرة من بتاعة القهوة كده، يعني حوالي 3 معالق كبار من المية، لحد ما التتبيله تفك معاكم وتبقى سائله، يعني مش اللي هو سائله قوي ومش متماسكه قوي، يعني تبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى اخد قطع البانيه وبعدين
انزلها في التتبيله. وانا هنا نسيت حاجه، نسيت ازود الملح، حطيت معلقه صغيره من الملح. ما تكتروش ملح عشان لسه لما نيجي نعمله في البقسماط بنتبل البقسماط برضو بملح. بعد ما حطيت الملح ورجعت قلبتهم كويس تاني جدا، خدت بقى قطع البانيه وبدات ان انا انزل بيهم في التتبيله. لا، ممكن تقلبوا كده بالمعلقه لو هتعرفوا تقلبوا بالمعلقه، او لو ايديكم نضيفه تقلبوها بايديكم عادي. بفضل اقلب فيها كده حوالي دقيقتين 3 لحد ما اتاكد ان كل قطعه اتغلفت كويس من التتبيله. بصوا بقى، يعني جربوا تعملوا التتبيله دي وكمان تسيبوها ليله كامله في التلاجة، والله هتاكلوا احلى بانيه في حياتكم. حلو قوي قوي قوي. وكمان لما نيجي نطلعه علشان نعمله هناخده كده من التتبيله نحطه في الدقيق مع البقسماط وخلاص. مش لسه بقى احطه في البيض وهشيل من البيض انفض من البيض واحطه في الدقيق او البقسماط. لا، فالخطوه دي عمليه جدا ومريحه جدا، وفي نفس الوقت بتدينا طعم حلو قوي. انا هنا فضلت اقلب فيه لحد ما اتاكدت ان خلاص كله اتغلف بالتتبيله. بشيله بقى في التلاجة، بس لازم اغطيه بورق استرتش او باي كيس بلاستيك عندكم نضيف علشان يحتفظ بالتتبيله. وكمان ريحه التتبيله ما تنتشرش قوي في التلاجة، فتحسوا ان التلاجة كلها بقت ريحه تتبيله البانيه. برضو ان شاء الله هنزل لكم فيديو مشتريات بتاعي وازاي بمشي البيت بتاعي بميزانيه معينه، والميزانيه دي تقضي كام فرد وتقسمه تقسيمه ازاي تقضيكم. انا عايزه اقول لكم ان احنا اخر الشهر والحمد لله، ولسه برضو الحاجه موجوده عندي في الفريزر. فلما بنقسم كده الميزانيه بتاعتنا او مصروف البيت اللي بناخده كويس، الحاجه بتفضل مكفيه معاكم لاخر الشهر. حطيته بقى في التلاجة، وبعدين قعدت ريحت كده شويه وقمت اجهز الغدا. عملت بقى صينيه رقاق كده باللحمه المفرومه، حبيت ان انا اوريها لكم. يعني شكلها كده بعد ما عملتها في الاول بجد حلوة قوي بالسمنة البلدي. ريحة السمنة البلدي كده مفحفحة زي ما بيقولوا، والرقاق بجد كان طعمه جميل. انا ما عملتش حاجة جنبه، هو شوية سلطة وشوية مخلل، والحمد لله ده كان غدانا النهاردة. يلا نسمي الله ونبدأ ونشوف مقاديرنا ومكوناتنا ايه. اول حاجه هجهز التشريبه بتاعه الرقاق. انا هعمل رقاق ناشف مش رقاق طري. الرقاق الناشف دايما هو اللي يعني بنسقيه بشوربه كده حاجه بسيطه، لكن الطري مش بيحتاج ان احنا نزود عليه شوربه. بكون صوص التشريبه عباره عن شوربه بكون مسخناها كويس جدا، كمان بنزل فيها صباع من السمنه، او تقدروا تستخدموا الزبده، اي حاجه متوفره عندكم، ومعلقه صغيره يعني مساح معلقه صغيره كده من البيكنج باودر علشان كل رقاقيه تطلع مورقه مش لازقه في بعضها. دي بقى الصينيه اللي هعمل فيها الرقاق. ببدا ان انا اغلف الصينيه كده بطبقه كويسه جدا من السمنه او الزبده علشان الرقاق يتحمر معانا كويس، وكمان ياخد حقه كده في التحمير ويطلع معانا لونه حلو. هركن بقى الصينيه على جنب، وهبدا ان انا اجيب صوص التشريبه اللي احنا عملناه ده، وهجيب الرقاقيه او الرقاقيه ببلها من فوق بس بالصوص التشريبه ده، مش ببلها من فوق وتحت علشان ما تلزقش في الصينيه وما نيجي نقلبها ما نعرفش نقلبها. كده اول رقاقيه خلاص جاهزه معايا. لازم اكون الطبقه مغلفاها كويس جدا بالصوص التشريبه ده. طيب بعد كده بقى الطبقه اللي بعد كده او الطبقات اللي بعد كده عموما يعني بخليها تشرب من صوص التشريبه ده وش وظهر من على الناحيتين، مش وش واحد بس زي ما عملنا في اول طبقة. انا دايما بعمل 8 رقات، 4 فوق و4 تحت، والحشو طبعا بيكون في النص. بعد ما عملت 4 رقات ببدأ ان انا بقى اجيب غطا حلة كبير واضغط ضغطتين خفاف كده، بحيث بس اساوي الاطراف لو في رقاقية خارجة من الصينية من اي ناحية تتظبط. هنبدأ بقى نجهز حشوة اللحمة المفروم. بجيب حلة على النار، ببدأ ازود فيها معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت، وبعدين اسيبهم يسخنوا كويس جدا. هزود بعد كده بصلايه مقطعاها مكعبات صغيره وفلفل اخضر، وببدا ان انا اشوحهم كويس جدا مع بعض لحد بس ما البصل يدبل معايا. هبدا ازود ملح وفلفل اسود، رشه خفيفه من القرفه ورشه خفيفه من الجنزبيل. لو عندكم 7 بهارات برضو بحط منها رشه خفيفه خالص. ببدا ان انا اشوحهم كويس جدا مع بعض حوالي 3 4 دقايق، وكل ده زي ما قلت لكم النار لازم تكون عاليه. اول ما البصله تدبل معانا هبدا ان انا ازود اللحمه المفرومه. انا هنا كنت عامله نص كيلو من اللحمه المفرومه، ممكن طبعا تعملوا بربع كيلو بس يعني حسب المتوفر عندكم. نزلت باللحمه المفرومه، هبدا بقى ان انا افكها من بعضها كده واسيبها حوالي 5 دقايق على الوش اللي انا نزلتها عليه لحد بس ما لونها يتغير ويبقى بني. هبدا ان انا بقى اقلبها كويس جدا مع البصل والفلفل الاخضر والتوابل لحد ما كلها ياخد نفس اللون. اهم حاجه نقلبها كويس جدا بس في الاول كده،
وبعدين بسيبها بقى تستوي براحتها. ممكن كمان تزودوا معلقة كبيرة من صلصة الطماطم مع المية اللي احنا بنزودها بيها. اهي انا خلاص كلها اخدت نفس اللون اللي هو اللون البني اللي احنا عارفينه. زودت بقى في الخطوة دي معلقة صغيرة عفوا من السبع بهارات، ورشة بسيطة خالص من الفلفل الاسود، توم باودر وبصل باودر، وبس كده. بظبط الملح طبعا، وخلاص دي كل التوابل اللي احنا بنضيفها. هقلب بقى كل التوابل دي مع اللحمة كويس، وبعدين هبدأ ان انا ازودها نص كوباية من مية من الفلتر او من الحنفية عادي، وبعدين اسيبها لحد ما تغلي، واغطي عليها النار واغطيها واسيبها تستوي براحتها. لازم تكون مستوية سوا كامل، لاننا هنعمل صينية الرقاق على عين البوتاجاز مش في الفرن، فلازم تكون اللحمة مستوية كويس جدا. هي بتاخد وقت في التسوية حسب نوع اللحمة ونوع القطعية بتاعتكم. انا دي كنت قطعاها من السن، خدت معايا بالظبط ربع ساعة وكانت استوت. بدأت بقى بعد ما حطيت الاربع طبقات من الرقاق، بدأت ان انا انزل بحشوة اللحمة المفرومة. انا كمان زودتها معلقة صلصة مع المية، يعني نص كوباية مية، وحطيت فيها معلقة كبيرة من الصلصة وقلبتها كويس، دوبتهم مع بعض وسقيت بيهم اللحمة المفرومة. حطيت بقى طبقة اللحمة، بدأت ان انا بالمعلقة كده واسويها كويس، يعني ما خليش الحشو مركزاه اكتر في النص وسايبه الاطراف، لا بوزع اللحمة في كل الصينية، عشان كده كل قطعة يكون واخدة حقها من اللحمة. هبدأ بقى ان انا اجيب رقاية اهو، وهبدأ ان انا ابلها برضو بنفس الصوص التشريبة اللي احنا عملناه، ولكن لو حسيتوا ان الشوربة بردت بسخنها عشان لازم تكون سخنة. ما ينفعش يعني ان انا اسقي الرقاية بشوربة تكون باردة، ده بيخلي الرقاق يطلع معانا لو الشوربة سخنة بيطلع معانا مورق اكتر. والبيكنج باودر ما نزودش عن ربع معلقة صغيرة ممسوحة. زي ما قلت لكم ببلها من على الوشين، او بتشرب صوص التشريبة ده من على الوشين، وبعدين بروح بقى برضو حطاها على طبقة اللحمة المفرومة. عملنا 4 طبقات تحت، بنعمل 4 طبقات كمان فوق. اخر طبقة دي هي اللي ببلها من على الوش اللي بيكون مقابل الرقاقية، لكن الوش اللي بيكون ناحية فوق اللي هقلبها عليها ما ببلهوش بالشوربة خالص. جبت بقى الغطا وبدأت ان انا اساوي الرقاق بتاعي كده في الصينية. طبعا كان في رقاقية او اكتر من واحدة يعني اكبر من الصينية شوية، فبدأت ان انا اسويهم كويس في الصينية علشان يكون شكلها حلو لما اسويها. عندنا بقى طريقتين تسوية، في ناس بتحب ان هي تسوي على عين البوتاجاز زي ما انا هعملها معاكم، والطريقة دي بصراحة بحس ان طعمها بيكون احلى بكتير. وفي طريقة تانية اللي هي بندخل الرقاق فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200، الرف اللي في النص. هنا بقى على عين البوتاجاز خليت العين بتكون يعني الحرارة بتاعتها وسط، مش منخفضة قوي ولا عالية قوي، علشان الرقاق ما يتلسعش معانا. هبدأ بقى ان انا حطيت الصينية بتاعتي، وكل دقيقة كده يعني احركها شوية، بحيث ان انا زي ما بيعملوا الكنافة كده اهو، هبدأ ان انا احركها شوية شوية كل دقيقة، بحيث الاطراف تتحمر معانا كويس، وكمان تتحمر معانا من النص. ده اول وش كان استوى معانا، قلبتها معاكم اهو. ده اللون اللي احنا عايزينه، اللون اللي هو الذهبي، ما تكونش محروقة قوي وفي نفس الوقت ما تكونش لسه بيضة قوي. ده يدل ان احنا حاطين سمنة وزبدة كويسة. طيب بعد كده هعمل ايه؟ في نفس الصينيه برضو هحط صباعين من الزبده، ممكن تستخدموا معلقه كبيره من السمنه، وعلى النار تكون متوسطه، وهبدا ان انا اقلبهم بالراحه كده لحد ما يسيحوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما يسيحوا تماما. لازم اسيحهم كويس، وبعدين هبدا ان انا اجيب الرقاق اللي احنا قلبناه واحطه بقى على الوش اللي احنا لسه ما استواش اهو. هينزل معاكم بكل سهوله جدا. هنحرك الصينيه كده بالراحه لحد ما الرقاق يتساوي معانا في الصينيه. وبرضو بعمل نفس الخطوات اللي سويت بيها الوش الاولاني، 4-5 دقايق وبيكون خد معاكم اللون الجميل ده. ده الوش التاني هوريكم شكله دلوقتي، طلع معانا متحمره وريحه السمنه البلدي فيها مش عايزه اقول لكم، ده غير طعمها. طبعا انا كنت عاملاه قبل المغرب بنص ساعه، فكنت بقطعه وهي سخنه جدا. هنقطعها بقى، تقدروا تقطعوها مربعات مثلثات اللي انتم عايزين. قطعتها، لازم السكينه تكون حاميه علشان بس ما تلزقش في الرقايه وتتعبكم. الخرط بقى بتكون او القطع بتكون متساويه، حجمها متساوي كده، مش صغيره قوي او مش كبيره قوي. الرقاق طالع معانا مقرمش ومورق. هبدا بقى ان انا اطلع قطعه او اتنين كده واوريهم لكم من جوه عاملين ازاي،
والطبقات كل طبقة منفصلة عن التانية، يعني مفيش توريق احلى من كده بصراحة. يطلع معانا اهو، دي اول قطعة، ونشوف القطعة اللي بعد كده. هبدأ ان انا اوريكم شكله من جوه عامل ازاي. اللحمة ما شاء الله دايبة فيه اهو، ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده يعني تشرفك في اي عزومة. الفيديو بتاعنا كده خلص، اتمنى تكونوا استفدتم مني. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، واستنوني كل يوم في اكلة جديدة ووصفة جديدة.